السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سألتش نفسك قبل كده ليه في ناس بتبدأ في الطاعة مثل الصلاة والقيام الليل والقراءة القرآن وهكذا، ولكن بعد فترة قصيرة جدا بيسيبوا الطاعة ديت وبيرجعوا زي ما كانوا؟ وفي الناحية التانية في ناس بتعمل طاعات تبان إن هي بسيطة جدا لكن مداومين عليها طول عمرهم. الفرق مش في البداية لأن كله بيبدأ، إنما الفرق في الثبات والاستمرار. الثبات ده حاجة مش سهلة، فربنا عز وجل قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. علشان كده أنا جيلك النهاردة بثلاث مفاتيح أساسية عملية هتساعدك على الثبات، فكمل معنا الفيديو للآخر علشان تستفاد من الثلاث مفاتيح ديت وتفيد بيها غيرك. أول مفتاح معانا وهو الصحبة الصالحة. الإنسان بطبعه ضعيف، ولو فضل لوحده هينكسر بسرعة، إنما لو معاه ناس بتعينه على الطاعة هيتغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تخيل معايا لو في شاب بدأ في الصلاة، بدأ ينتظم في الصلاة، لكن معاه أصحابه بيشدوه للمعاصي، بيستهزئوا بيه، بيضحكوا عليه، طبيعي إن هو هيضعف ويبعد. إنما لو نفس الشاب معاه أصحابه بيعينوه على الطاعة، بيقولوا له يلا نقوم عشان نصلي جماعة، يلا يلا نقرأ ورد القرآن مع بعض، طبيعي هيثبت ويزداد كمان في ذلك. فالصحبة الصالحة مش رفاهية، ده أهم مفتاح للثبات على الطاعة. فأنت لو ما عندكش صحبة صالحة دور عليها بسرعة، لأنه مش رفاهية، وقبل ما يضيع الوقت لاقي صحبتها. تاني مفتاح معانا وهو الدعاء. انت حتى لو لقيت أفضل أصحاب، قلبك مش هيثبت على الطاعة إلا إذا لجأ لربنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرة البشر، كان أكتر دعاء بيدعي بيه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لو النبي صلى الله عليه وسلم وهو له أنقى قلب كان خايف إن قلبه يتقلب، أمال قلوبنا عاملة إزاي؟ القلب بيتقلب ما بين ثانية والتانية، وكل يوم في شكل، يوم قريب من ربنا ويوم بعيد، مش هيثبته إلا الدعاء. فعلشان كده عاوزك تجرب حاجة، ان انت وانت ساجد بتصلي: يا رب ثبت قلبي على دينك. حافظ على الدعاء ده في كل سجود: يا رب ثبت قلبي على دينك. وما تنساش يعني ايه تدعي لاخوك كده معاك وانت بتصلي، فده هتلاقي فيه تغيير شديد لقلبك، وان شاء الله تدوم على الطاعة. تالت مفتاح معانا وهو المداومة ولو بالقليل. الطاعة ديت مش سباق صغير، ده ماراثون طويل، واللي بيتعب نفسه في الأول بيقع بسرعة، لأنه بيبقى قوي شديد في الأول، فبالتالي مفيش حاجة يزيد عليه. هو كان بادئ في الأول فالطبيعي إن هو يقل، إنما لو بدأت قليل فالطبيعي إنك تزيد. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني في الأول صفحة قرآن كل يوم تحس إنها شوية صغيرين، ده دقيقتين تلاتة، ولكن بعد فترة تلاقيها بقت ختمة كاملة. ركعتين قرآن، ركعتين قرآنية ماشي ركعتين صلاة قيام ليل تحسهم شوية صغيرين، لكن بعد سنة هتلاقي قلبك بقى يحب الصلاة. فعلشان كده لا تقل، لا تحقرن من المعروف شيئا. تمام. فالموضوع انك ما تعملش كتير مرة واحدة، الموضوع انك تعمل قليل بس مستمر. يبقى خلاصة الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو: صحبة صالحة تشجعك، دعاء صادق يقربك من ربنا، عمل قليل دائم يبنيك مع الأيام. فدورك دلوقتي ان انت تختار هتبدأ بايه من الثلاث مفاتيح ديت، وتكتبها في التحليلات علشان تشجعنا وتشجع باقي المشاهدين. وقد تكون انت سبب ان حد يبدأ، فلازم تشارك الفيديو دوت مع الناس علشان الناس كلها تشوف الفيديو وتستفيد منه. ومتنساش تدعمنا بلايك واشتراك، وتقول لنا رأيك في الحلقة ديت، وتقول لنا عاوزنا نعمل ايه في الحلقات القادمة
علشان نستمر في تقديم هذا المحتوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.